بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله متابعينا الكرام، وعذرا عن الانقطاع. حقيقة يعني كثرة مراسلات الأخوة وطلبهم بأنه نتناول بعض الأوزان المهمة هو هذا اللي دفعني بأنه أستمر بهذه مقاطع الفيديو، وإلا يعني حقيقة غير متفرغ لهذا الموضوع، لكن خدمة لإخوتنا المبتدئين اللي راسلوني ويعني وطلبوا بأنه أكرر هذه مقاطع الفيديو بأوزان مختلفة، وأشكرهم جدا على إطراءاتهم وعلى مراسلاتهم وجميع الأخوة الأعزاء. إخواني الأعزاء، اليوم أنا راح أتناول وزن مهم من أوزان الشعر الشعبي العراقي، لكن قبل أن أبدأ بهذا الوزن أتحدث يعني بمقدمة بسيطة، وأكرر وأقول أنه كل أوزان الشعر الشعبي هي مأخوذة من أوزان من البحور العربية للشعر الفصيح. هذه قاعدة أساسية يمكن ما عدا وزن الدارمي. فالبحور الشعرية بالشعر العربي هي 16 بحر، وكل أوزاننا بالشعر الشعبي هي مستخلصة ومستنتجة من هذه البحور، بحور الشعر العربي. اليوم وزننا اللي راح نتناوله هو وزن النايل. وزن النايل من الأوزان المهمة ومن الأوزان السهلة، يعني في سهلة الكتابة، تكتب بأشكال مختلفة، سهولة طرح هذا الوزن، سهولة اللحن المتداول لهذا الوزن، خلى الكثير من أخوتنا يرغبون بأنه نشرح وزن النايل. وزن النايل مأخوذ أو مشتق من تفعيلات البحر البسيط. يعني هذه قاعدة أساسية، أنه كل أوزان الشعر الشعبي هي مأخوذة منين؟ من بحور الشعر الفصيح. اليوم وزن النايل منين مأخوذ؟ مأخوذ من البحر البسيط. البحر البسيط هو أحد البحور 16، وتفعيلة بحر البسيط هي مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل. إذن البحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. هذا بغض النظر عن تفاصيل البحر البسيط ومجزوء البسيط وكذا والقضايا الخاصة بالبحر البسيط احنا ما راح نتناولها. احنا اللي يهمنا انه وزن النايل شلون اشتق من البحر البسيط. اخوان، وزن النايل يكتب على وزن مستفعل فاعل مستفعل فاعل. هذه الطريقة الأولى لكتابة وزن النايل. ليش أقول الطريقة الثانية؟ لأنه أكو كتابات أخرى تتغير بها التفعيلة الأخيرة، ما تكون فاعل، قد تكون فاعل، قد تكون غير فاعل. نجي ناخذ مثال بسيط، وهي من الأمثلة المعروفة. عندنا يا ريل صيح بقهر صيحة حزن يا ريل. يا ريل صيح بحزن صيحة قهر يا ريل، مرينا بيكم حمد واحنا بقطار الليل. مرينا بيكم حمد واحنا بقطار. نجي هسه نقطعها على التفعيلة. مرينا بي مستفعل مستفعل، يعني مستفعل انه الاول متحرك، الثاني ساكن، البعد متحرك والبعد ساكن والبعد متحركات اثنين ومن ثم ساكن. نقول مستفعل
عندنا الحرف الأول متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن، يعني مستفعل. مر نبي، شوف مر شوف الراء هنا مشددة، يعني عبارة عن حرفين، الأول اللفظ والميم. مر يعني متحرك ساكن متحرك ساكن، مر نبي هنا مرينا، هاي الهاء هنا ما تلفظ بالكلام. احنا قلنا وزنة يعني التفعيلات ناخذها على اللفظ مو على الكتابة. اخواني هذه القضية جدا مهمة، مو على الكتابة. اليوم انا من الفظها مرينا هاي الهاء ما تلفظ، مرينا بي شوف، فراح تصير مر نبي مستفعل. كم حمد، كم حمد فاعل، صارت مستفعل فاعل. هنا هم متحرك ساكن ومتحرك ساكن، فاعل مستفعل فاعل. وكذلك هنا شوف يعني الواو الأليف كأنه ما تلفظ، تصير تصير صارت عندي متحرك ساكن. نب شوف هنا الهاء باللفظ هم ما تجي، خفيفة جدا فما تأثر على الكلمة. نب قطاع علون، صارت هنا مستفعل. وحنب قطاع مستفعل. شوف لي اللام هنا قلنا الحروف المشددة تلفظ حرفين، يصير وحنا بقطار ليل اللي هي فاعل. إذن مرينا بي مستفعل، كم حمد فاعل، وحنا بقطاع مستفعل. شو يعني اخواني الاعزاء، القضية الاخرى انه انت تقدر من خلالها تضبط الوزن، انه هذه التفعيلة اذا ما تعرفها، يعني ما تعرف تقطعها، اذا ما تعرف تقطعها انت انطيها لحن، يعني مستفعل فاعل. انت شو تريد تسويها في بالك؟ اي لحن عندك انت خلي عندك لحن، وبحيث الكتابة تجي يعني مستفعل فاعل هيك في بالك هذا الموضوع. مرينا بكم حمد واحنا بقطع، وهكذا. انت اذا ما قدرت تقطع التفعيلة قطع على الاذن الموسيقية. خلينا ناخذ يعني مقطع اخر. قوما بنات النبي، خيطا خيمشا عبي. قوما بنات النبي مستفعل فاعل. شوف هنا راح نجي نقطع من قوما بنات النبي خيطا خيمشا عبي. من اجي اقطعها بالتفعيلة؟ من بنا مستفعل قوما بنا مستفعل، قوما بنا مستفعل. قوما بنا تل نبي هنا الأليف ما تلفظ بالكلام. قلنا احنا القضية الأساسية انه مو كل حرف يكتب يلفظ، واحنا عندنا التفعيل تؤخذ على الحرف يلفظ بالشعر الشعبي. واضح؟ قوما بنا تل نبي علون مستفعل فاعل. قوما بنات النبي، شوف خيطا خيمشا عبي. خيطا خيطا خيم، شوف خيطا خيم مستفعل. عبي
فاعل. قوما بنات النبي مستفعل فاعل. انت مرات تخلي انت التفعيله، هسه انت ما تعرف تقطع، بس انت تقول مستفعل فاعل قوما بنا، اسمو ولا قوما، اي كلمه تجي لذلك في بالك تجي تخليها على هذا الوزن. ايش عندنا اكو قضيه اخرى انا اكون يعني انبهكم الها. عندنا مثلا مثال يقول وين القى مثلك بعد. وين القى مثلك بعد بالدنيا، وين القى. هذا خلينا نجي انقطعه. وين القى مثلك، وين القى مثل، شوف وين القى مثل مستفعلون. هي تجي مرات حتى الحرف انت من تريد تمشيه وتلقائيا الحرف يروح بلسانك. وين القى مثل مستفعلون لك بعد، يعني هنا راح تكون عندنا مستفعلون فاعل. وين القى مثل، شوف هاي لك فاعل بعد. وين القى مثل لك بعد مستفعل فاعل. خلنا نجي العجز. انا هنا عندي الاشكاليه بالعجز. بالدنيا مستفعلون. هذه انت بالممارسه ترهم، هي عندك تلقائيا يعني بالدنيا هنا عندي مشكله. وين نلقى هنا شنو؟ هاي الالف ما راح تلفظ. نلقى هنا ما راح يصير فاعل، راح تصير فاعل. شوف وين القى راح يصير فاعل. فممكن انه هذه التفعيله الاخيره ما تكون فاعلون، لكن ممكن انه تكون فاعل. و يعني ان شاء الله بالحلقات يعني القادمه نحاول انه نوضح اكثر. اي سؤال اي استفسار ممكن بالتعليقات تتركون يعني ملاحظتكم، وكذلك ممكن الاتصال يعني على الخاص، وانا بخدمتكم في اي شيء، وان شاء الله تكون الامور واضحه للنايل. طبعا القضيه الاخرى خلي اوضح انه بعض من الاوزان، يعني بعد اوزان الشعر الشعبي المشتقه من بحر البسيط بالاضافه الى وزن النايل، هو عندنا الزهيري، وكذلك إنا فتحنا، وكذلك الإهجيني. هذه من ضمن الأوزان الشعر الشعبي اللي مشتقة من البحر البسيط إضافة إلى وزن النايل. وشكرا لكم، وأشوفكم بحلقات قادمة إن شاء الله. شكرا.